عشان ما فيش واحد مننا يعمل اي حاجة تضايق الطرف التاني. مش معقول اللي بسمعه ده. ليه مش معقول؟ لان احنا شرقيين، والست الشرقية لو شافت جوزها قاعد مع واحدة غيرها اكيد هتحول حياته لجحيم. اللي انا بستغرب له، انت ليه شاغله بالك بالجحيم؟ ما تخلينا احسن في الجنه اللي احنا فيها هنا. قولي كده بقى بصراحة، انت جايبني هنا ليه وعايز مني ايه؟ في الحقيقه انا عايز منك حاجات كتير. اقدر اعرف اول حاجة؟ انا عايز تقييمك لموقف الدكتوره هدى في الانتخابات بعد ما اتعرفت عليها وقعدت معاها. ما انت عارف رأيي كويس. ايوه، بس رايك المعلن حاجه واللي انا عايز اسمعه حاجه تانية. طبعا احنا ما نقدرش نتنبأ باللي هيحصل في الانتخابات ولا الألاعيب اللي ممكن تتم، لكن فرصة هدى المراغي كبيرة فعلا. الحقيقه ان احنا من ساعه ما اتقابلنا عند الدكتوره هدى وانا تفائلت بيكي، بس دلوقتي بكلامك اللي قلتيه اطمنت اكتر. انا مش فاهمة انت ايه اللي مخوفك. بيني وبينك لو لا قدر الله هدى ما نجحتش في الانتخابات انا شغلي ممكن يتعطل. في مشاريع كتير قوي انا داخل فيها ممكن تقف. انا كمان في قروض عايزها من البنوك ممكن ما اعرفش اخدها. انا دلوقتي فهمت، بس هي في الاخر اختك والمفروض انك تقف جنبها حتى لو ما دخلتش المجلس، ده ما يأثرش عليك. الكلام ده لو كل الامور في حياتنا ماشيه مظبوط انا ما كانش يبقى عندي اي تخوفات. عندك حق طبعا، لكن ما قلتليش ايه بقى الحاجة التانية اللي انت عايزها مني؟ لا، ده بقى موضوع يطول شرحه، وبيتهيألي لا ده زمانه ولا مكانه. ميرسي. هنيا. والله انا مكسوفه منك يا دكتوره، مش عارفه اقول لك ايه. ما هو احنا مش هنفضل في الوضع ده يا يسرية هانم. انا عارفه، من ساعه مراد بيه ما كان هنا وانا غلبت معاه، حاسس انه متأزم من الموضوع كله وعمال يخبط شمال ويمين. طب وتفتكري برضو يا يسرية هانم احنا ممكن نسيب بنتنا في الوضع ده وما ناخدش اي اجراء؟ لا طبعا، الوضع ده ما يرضيش حد. اوعدك اني هحاول معاه مره اخيره، ولو صمم على عنده انا هيبقى لي تصرف معاه. انا مش عارفه هو بيعمل كده ليه، وايه المبرر للي بيعمله ده؟ هو في جواز بالغصب؟ المشكله انه حاسس انه مجروح ومش شايف حاجه في الدنيا الا عناده ده. هو اللي عمل في نفسه كده. انا اسفه اقول لك يا دكتوره ان مراد بيه وعده بحاجات كتير، عشان كده اتصدم. حضرتك بتتكلمي عن الشقه اللي على النيل مش كده؟ انا حبيت اثبت له ان احنا شاريينه وقلت له انا بنفسي هقف معاك. قال لي يا دكتور على كرمك. ما هو رفضه ده اللي بين اغراضه كلها، وده اللي جرح ميرفت وخلاها تاخد الموقف ده. هو انا عذراها؟ لو تعرفي حضرتك انا بحب ميرفت قد ايه، زي بنتي تمام. انا عارفه ومتاكده يا يسرية هانم. على العموم محسن ممكن ينساها ويشوف واحده غيرها ويعيش حياته، والبركه فيكي بقى، انت اللي تقدري تساعديه. انا غلبت معاه، ما وصلتش لاي نتيجه. مش يمكن يكون ليه اصحاب بيسمع لهم او بياخد رايهم؟ ما افتكرش، ويمكن تكون هي دي المشكله. كونه الابن الوحيد وخوفنا الزايد عليه كان كتير بيخلينا نمنعه من الخروج والاحتكاك بالناس. ما هو لازم تحاولي معاه تاني يا يسرية هانم. اوعدك اني هحاول. هو شايف ان تفكيري بقى قديم، وتفكير ابوها الله يرحمه برضه قديم، ما ينفعش دلوقتي. بقى عامل زي طفل صغير كان معاه حاجه وراحت منه، ودلوقتي عمال يخبط بايديه ورجليه عشان ترجع له. ربنا يهديه. اتفضل. ايه يا خالد؟ ايه اللي اخرك كده؟ مفيش، القعده طولت بس شويه. وعرفت حاجه من القعده دي؟ طلع زي توقعاتي، كان زميل بابا في الجامعه. جامعه؟ احتمال كان حصل بينهم حاجه، لانه ظهر في وقت متاخر زي عمي،
في وسط كل المشاكل اللي بيصلحها بابا. بس سالم ده اسطوره، انسان متفتح جدا. مروض الاسود؟ ايوه مروض اسود صحيح، بس عنده فلسفه وثقه بنفسه، وعنده رد لكل سؤال حتى لو مش عايز اجاوب عليه. وموقفه كان ايه من زيارتك دي؟ رحب بيا طبعا، لكن مش عارف. لكن ايه؟ حاسس ان ممكن يكون لظهوره في حياة مراد دخل باللي حاصل له دلوقتي؟ ولا تفتكر يكون مأثر على مراد، او على الاقل عارف سبب التغيير ده؟ مش قادر احدد. يعني سألته وانكر، ولا هو نفسه ما عندوش فكرة؟ سالته بشكل مباشر ورد عليا باجابه سكتت. قال لي هو اللي بيصلح غلط محتاج لسبب. تأكد ان انا كل اللي يهمني هو بابا، وكل اللي انا عايزاه اني اطمن عليه. مساء الخير يا حبيبتي. مساء النور يا حبيبي، حماتك بتحبك. وانا كمان بموت في بنتها. بس بالهنا والشفا يا حبيبتي، انا سبقتك. سبقتني؟ ايه هي المقابلة قلبت رانديفو ولا ايه؟ اخص عليك يا لولا، انا برضو بتاع رانديفوهات يا حبيبتي. انت عارفه طبعا انا كنت رايح اقابلها ليه. بيني وبينك يا لميا، انا خايف بعد اللي بيتكتب في الجرايد ده، عشان كده كان يهمني رأي واحدة زي دلال. أنا رأيي إن إحنا لازم نبعت إنذار على يد محضر لرؤساء تحرير الجرايد اللي بتهاجمنا دي. يا لميا ما ينفعش أدخل في خصومة مع الصحافة. حسن المحامي فهمني خطورة الوضع. أنا لازم أشوف تصرف تاني، وإلا الانتخابات دي هتبقى مصيبة عليا وعلى الشركة. أنا أقنعت هدى تخش الانتخابات عشان مصلحتنا، إنما باللي بيحصل ده ممكن كل الحكاية تقلب العكس وتبقى ضدنا. الأهم من كل ده شرف العيلة وسمعة بابا واسمه. لميا ده اللي احنا كنا عايشين عليه، لما كل ده يتمرمط ويتبهدل ايه اللي هيبقى لنا بعد كده؟ اللي بيتنشر ده مجرد كلام مرسل مفيش عليه إثبات. ده كلام ممكن يسمع في السوق ويوقف لنا الدنيا كلها. لازم نواصل يا حماده. بقى ده كلامك لهدى عن عدم الاستسلام؟ يا لميا انا شركتي وضعها في السوق بقى وحش جدا، بقت محل اتهام وتلسيم من الصغير قبل الكبير. أنت واخد قرار ولا إيه؟ لا طبعا انا مش واخد قرار ولا حاجه حبيبتي، انا بفكر معاك بصوت عالي وبقول لك كل اللي جوايا. على العموم أنا ليا صديق في مجلس نقابة الصحفيين، ممكن أتكلم معاه وأشوف إيه الإجراء اللي ممكن ناخده عشان نوقف المهاترات دي. وبعدين ما تنساش إن الجرايد دي أصلا توزيعها محدود. حتى لو كان توزيعها محدود، تأثيرها في السوق كبير جدا. يا لميا دلوقتي أي مستثمر أو رجل أعمال بيدخل شريك في جورنال من الجرايد دي عشان يقدر يستفيد منه في تأكيد أعماله واستثماراته وعلاقاته وتأثيره في السوق. للأسف المناخ دلوقتي بقى أسوأ مما نتخيل. اتفضل. مراد، تسمح لي اسمعك الخطبه